اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الهنا وصباح السعاده وصباح كل حاجه حلوه عليكم. وقت ما تشوفي الفيديو يبقى وقت سعيد عليكي، سواء بقى صباح سواء مساء. ايه رايكم في التورتايه دي؟ تحفه تحفه، مش مكلفه خالص خالص. بصوا عاليه ازاي ما شاء الله، بصوا هشه ازاي، شايفينها؟ ما شاء الله مش مكلفه خالص. هتعمليها دلوقتي حالا بعد ما تشوفي الفيديو، هتقومي تعمليها وهتفرحي بيها اولادك. وما شاء الله جميله ورقيقه وحاجه كده وجميله، يعني حرفيا هي شيك. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه مع بعض، يلا بينا. الاول نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. معايا هنا 5 بيضات كويسين حلوين، حجمهم حلو. ومعايا دقيق عادي خالص من عند العطار. بصوا اهو، يعني ده دقيق سايب. هاخد هنا كوبايه المعياريه، هاخد كوبايه ونص دقيق. هحطهم هنا في المصفى دي، او البتاع اللي بصفي بقى بنخل بيها الدقيق عشان ناعمه شويه. خدت هنا كوبايه ونص دقيق، حطيت عليهم معلقه ونص كبيره كاكاو خام اسباني غامق. حطيت عليهم معلقه الا ربع بيكنج باودر. البيكنج باودر خلص، فانا باذن الله هبقى اجيب، بس عامه المقدار ده بتحط عليه معلقه الا ربع بيكنج باودر. قلبت كل المواد الجافه في قلب بعضها، الدقيق على البيكنج باودر على الكاكاو. وهبدأ هنا احط نص كوباية سكر. كده انتوا معايا في المقادير؟ تمام. حطيت نص كوباية السكر برضو، اديتها تقليبة. هبدأ هنا اكسر بقى البيض واحدة واحدة كده. والبيض على فكرة انا مطلعاه من التلاجة عادي جدا، يعني والاحسن هو يكون كمان كان في التلاجة يعني. حطيت عليه فانيليا سايله. عندك فانيليا باودر حطي. الميه هنا بصوا شكلها عامل ازاي، انا بوريكم الازازه ان هي مشبره ساقعه، يعني ساقعه. حطيت نص كوبايه ميه ساقعه، وجبت معلقه نظيفه خالص، يعني ما اجيبش المعلقه اللي انا مقلبه بيها الدقيق واحطها في قلب محسن الجل. لا، اجيب معلقه نظيفه خالص. خدت معلقه ونص محسن جل، حطيتهم على المقادير اللي احنا عملناها، وهنبدا نضربها هنا في العجان. زي ما اتفقنا بتاخد من 7 ل 8 دقايق ل 10 دقايق اوقات على حسب العجان بتاعك. الصواني ال3 المستطيلين اللي عندك، بصي ما شاء الله عامل ازاي، بصي القوام حلو ازاي كده. كده الخليط بتاعك ناجح 100%. طبعا الفرن شغال على درجة حرارة 160. هنا الصينية دي رقم 3 في الصواني، اللي هم ال3 صواني اللي عندك واحدة كبيرة واحدة وسط. دي اللي بعد الوسط. هنا هحط بطنتها طبعا، عملتها كمان بورق زبدة او ورق حواوشي اللي هو المستورد، حلو جدا. هتشوفوه دلوقتي شغالة بيه ازاي. هدخلها هنا الفرن. قعدت معايا حوالي بالظبط 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة طلعتها وغطيتها وسبتها كده لما تبرد خالص، وطلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا عاملة ازاي ما شاء الله عالية. احنا اتفقنا ان احنا هنعملها باقل التكاليف اللي عندنا، الحاجات اللي عندنا. او لو هتشتري حاجة بسيطة قوي على فكرة يعني. هشيل هنا الوش بتاعها، اللي هو الوش ده اللي احنا متفقين عليه ان هو بيبقى ده البيض اللي بيبقى بيطلع من نتيجة وجودها في الفرن يعني. فاحنا بنشيل بقى الوش ده اهو. طبعا هي فيها هنا حروف عاليه، لو انتوا خدتوا بالكم. هبدا هنا اجيب سكينه واشيل بقى الحروف العاليه دي، ابدا اساوي التورتايه بتاعتنا. بصوا طبعا انا هقطع بقى التورتايه كمان، هاخد بقى الجوانب بتاعتها. بصوا اهو، الجوانب طريه جدا على فكره، انا ما كنتش هاخدها، بس لان انا هشتغل بالجوانب دي فمضطره ان انا اخدها. ما عنديش انا كيك شايلاه في الفريزر ممكن اشتغل بيه، ما عنديش. هاخد هنا الجوانب كده احطها، وهنشوف هنشتغل بيها ازاي. هقسمها نصين، انا هعملها نصين بس مش هعملها 3 نصين، هتبقى اشيك حلوة قوي قوي وكمان موفرة معانا. ومع اني هزود في الكريم شانتيه برضو عشان تبقى الطبقة عالية معايا. هحط كوباية الا ربع كريم شانتيه خام. انا بستعمل ماركة ريتش، حلو قوي، ما بستعملش غيره بصراحة. وهاخد معلقة كبيرة باستري كريم. وهحط هنا 4 معالق سكر كبار عليهم. وهحط كوباية ونص مية متلجة. تمام. هنا هحط كمان معلقه كبيره مليانه، يعني معلقه كده بنت ناس كده. ماشي. كاكاو خام برضو اللي انا حطيته، وهحطه عليها وابدا اضربه في العجان. هقلبه بس الاول بالمشبك بتاع العجان عشان السكر يدوب شويه، وبعدين اضربه في العجانه يطلع بالشكل اللي انت شايفه ده. انا طبعا بما ان انا هعملها للولاد، فما كانش عندي قاعده مربعه على قد التورتايه دي بصراحه، ما اكدبش عليكم. رحت جبت القاعده المدوره دي كبيره، وهتبقى حلوه قوي، وانتوا شفتوها في الاول عامله ازاي.
وهنا معايا كاكاو. الكاكاو ده عملته بايه؟ جبت ميه، ما فيش، مش هحط لبن. جبت ميه، حطيت عليه سكر، حطيت عليه شوكولاته. عندي جناش شوكولاته. عندك كاكاو، حطي كاكاو عادي، اعملي كاكاو واسقيه، ميه بسكر. بس الكاكاو بيدي طعم افضل يعني. تمام. بعد ما تسقيتها كويس قوي، ولازم اسقيها كويس قوي لان هنا الطبقه دي عريضه، الطبقه دي عاليه غير الطبقات اللي احنا بنشتغل بيها 3 طبقات فوق بعض، دول طبقتين، فلازم تتسقي كويس معاكي. هنا هعمل انا بقى، بالنسبه لي هعمل هنا طبقه كريمه حلوه قوي. خلي بالك انت ممكن انت تستعملي، يعني انت لو هتعملي المقاس بتاع في التورتايه هتستعملي نص كوبايه كريمه بس. هنا انا عندي شوكولاته، دي شوكولاته انا بشراها على المبشره بتاعه الحلويات اللي عندي. وهبدا هنا احط بقى شوكولاته كده وازود شوكولاته. انت عندك بقى عندك مكسرات حطي، عندك سوداني حطي، عندك جناش حطي، بصي اللي انت عايزه تحطيه حطي، مش عايزه تحطي خلاص. يا كده كده الكريمه اصلا طعمها حلو. وهبدا بقى الجزء الثاني او الطبقه الثانيه برضو نفس الحكايه. الله اكبر، الله اعظم، ولا عزة ولا عظمه الله. الطبقه الثانيه نفس الحكايه كده، برضو هسقيها كويس قوي، واجيب هنا الكريم شانتيه، وابدا برضو ايه اجلس بقى. التورتايه دي حلوه للناس اللي ما بتعرفش تجلس التورت المربعه قوي، يعني في ناس بتطلع منها مش مظبوطه، مش عارفه ايه، مش بتعرف ايدها تتظبط فيها. التورتايه دي هتعمليها وهتبقى تحفه، ومش هتبين خالص ان انت مثلا التجليسه بتاعتها مش قوي، او التجليسه بتاعتها مش مظبوطه قوي خالص خالص خالص. هتطلع معاكي تحفه بجد يعني. المهم صلينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بدات هنا اجلس اهو. وبرده زي ما قلت لكم كده، ما تهتميش لو انت مش عارفه تجلسي، لا اشتغلي بس كده وهي هتتظبط معاكي. بصوا انا هنا خلاص جلست او حطيت الكريمه اللي انا عاوزاها. هجيب بقى السكرابر كده وايه، وعلى طول كده مشي على الجوانب. وهجيب السكرابر التاني او السباتولا وابدا اساوي بقى الوش بتاعنا اهو. شايفين؟ بعد ما اسوي الوش بتاعنا كده هجري احطها في التلاجة شويه. وعلى ما اعمل ايه هوريكم هعمل ايه بعد ما اشيلها. بصوا هنا اولا انا قبل ما احطها في التلاجة، هنا كان عندي جناش. الجناش ده تقيل شويه، انا عاملاه تقيل شويه بحيث ان هو ايه يبقى كانه شوكولاته سايحه، يعني هو ده يعتبر كده شوكولاته سايحه. بصوا هي بتجمد ازاي على طول. ده لو جناش خفيف هتلاقيه راح نازل واخد طول الجنب بتاع التورتايه. عملت شوكولاته دي، حطيت عليها بس جزء لبن بسيط قوي، يا دوب بس سيحتها كده، خليتها بس تبقى سايله كده. وبدات هنا اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان انا مش هعمل اي حاجه فيها خالص غير الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اهو. وهجري احطها كده في التلاجة. وتعالوا شوف هنعمل ايه. جبت الكبه. شفتوا بقى الكيك اللي احنا شلناه في الاول. احنا ممكن كنت طبعا اعملها من غير ما اشيل منها اي حاجه خالص، بس لان انا ما عنديش كيك في الفريزر. دي بقى فايده ان يبقى عندك كيك، بواقي كيك بتجيبيها وتطحنيها كده زي ما انت هتشوفي كده. بصوا هطحنها كده في الكبه. وطبعا هو اتبقى مني، على فكره اتبقى مني كيك، فانا هشيله برده، شلته في الفريزر في علبه وقفلت عليه وشلته في الفريزر. هستعمله لما اكون اشتغل ايه حاجه تانية. طلعتها من التلاجة. وهبدا كده امسك التورتايه بايد، وابدا اخد من الكيك اللي انا فرمته، وايه واجلس كده على جوانب التورتايه. بصوا في طبعا هي دي ممكن تعمليها بشوكولاته لو الدنيا كويسه وسامحه، وانت عايزه تعملي حاجه مثلا عاليه قوي. هتعمليها بشوكولاته، هتعمليها مثلا بمكسرات، يعني هتجيبي مثلا السوداني وبرده تفرميه كده او تكسريه كده وتعمليه بيه. بس احنا هنا عايزين نعمل حاجه اقتصاديه وحاجه جميله في نفس الوقت، والولاد يحبوها ويفرحوا بيها. يعني انا اديتك كل اللي ممكن تشتغلي بيه، يعني شوكولاته، مكسرات، الكيك اللي احنا فرمناه. هنا عندي كريسبي صغير بني. هبدا كده ازوق كده الجوانب بتاعه التورتايه من فوق. انا مش هعمل اي حاجه خالص في التورتايه خالص، انا عاملاها كده حاجه سيمبل، حاجه جميله، حاجه بسرعه. هتقومي دلوقتي حالا تعمليها. ما عندكيش شوكولاته تشتغلي بيها من فوق، هتجيبي بس بار شوكولاته من اللي هو السما، وتسيحيه. هو ب20 جنيه او ب24، بس عشان ما اكونش ده مش عارفه يعني سعره قوي، لاني بجيب اللي هي الكبير، القوالب الكبيره اللي هي 2 كيلو ونص. فهتسيحيه تكسريه كده وتسيحي على قد ما هتستعملي. مش هتستهلكيه كله، بالعكس هتشيلي منه، ممكن تعملي منه مره كمان. لان انا هنا استحاله اكون استهلكت بار شوكولاته
في الشكل اللي انا عاملاه ده. طبعا لو وصلت لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، اعملي بقى اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس، ما تنسيش اللايك عشان ترفعي معايا الفيديو، دي دعوه حلوه ان انا بقى افك الجبس عشان تعبت والله منه. اشوفكم ان شاء الله على خير وسعاده وسلامه يا رب، ومع السلامه، وباي باي.